السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنكمل كورس تأسيس القراءة والكتابة المستوى الثاني، ووصلنا لحرف الهاء بالحركات الثلاثة: فتحة، ضمة، كسرة. اهلا بكم قناة مس أروى، ويلا نبدأ مع بعض بالدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. احسنتم، جزاكم الله كل خير. يلا نبدا مع بعض ونقول اصوات الحروف. ها: نا، ني، نو، شطار. ها، ها، هي، هو. و، وي، وو. يا، يي، يو. ممتاز، احسنتم يا اولاد. يلا نقرا مع بعض الكلمه دي يا اولاد. ها، شطور اللي هيقراها. ها: نا، سا، نسى، جا، نسج، نسج. شطار اللي قرأها كده. انت رائع او انت رائعة. مين فاكر يا ولاد الحركات الثلاثة بتوعنا؟ ها: اللي هي الفتحة، ضمة، كسرة. فتحة يعني ايه؟ افتح فمي. مكانها يبقى فين؟ فوق الحرف. اكتبها ازاي؟ شرطة مايلة. ضمة يعني ايه؟ اضم فمي. ضمة يعني ايه؟ اضم فمي. مكانها يبقى فين؟ فوق الحرف. اكتبها ازاي؟ واو صغيرة. كسرة يعني ايه؟ اكسر فمي. كسرة يعني ايه؟ اكسر فمي. مكانها يبقى فين؟ تحت الحرف. اكتبها ازاي؟ شرطة مايلة. ممتازين، شطار. مين فاكر يا ولاد بقى الحرف اللي على طول بيحب الضحك؟ ها، الحرف الضاحك. ها، الحرف الضاحك. ها، اسمه ايه؟ مين يفتكره؟ الحرف اللي على طول كان بيضحك. ها، مش شطور. اسمه ايه الحرف الضاحك ده يا ولاد؟ حرف الهاء. هاء، هاء. اسمه ايه يا ولاد؟ هاء. شطار. الحرف ده كان على طول بيحب الضحك. شطار. حرف الهاء عايز يلعب مع الحركات الثلاثة. هو بيحب الضحك أو بيحب اللعب، عايز كمان يلعب معاهم. فرح عشان يلعب مع أول حركة اللي هي ايه يا ولاد؟ الشطور اللي هيقول لي حركة الفتحة. شطار. وحركة الفتحة فين من الحرف؟ ها، فوق الحرف. حركة الفتحة مكانها فين من الحرف؟ فوق الحرف. قلت انا عشان العب معاك لازم اغير ايه؟ اسمك وصوتك. فهنسميك هاء فتحة. هنسميك هاء فتحة. هنسميك هاء فتحة مش حاء. هاء، هاء، هاء فتحة. وهنغير كمان صوتك. لا ازاي؟ قلت له هنفتح الصوت. اسمع كده: ها، 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 هاء فتحة. ها، 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 ها. شطار. جه حرف الهاء وعرف ان في حركة تانية لسه ملعبش معاها. مين الشطور يقول لي الحركة التانية اسمها ايه؟ ها، اللي بتقعد تحت الحرف دايما. ها، اسمها ايه؟ ها شطار. كسرة. جميل. والكسرة مكانها من الحرف تحت الحرف. شطار. ادي الكسرة مكانها من الحرف تحت الحرف. ادي حرف الهاء مع الكسرة. قالت له انا كمان عشان العب معاك لازم ايه؟ اغير اسمك وصوتك. فهنسميك هاء كسرة. هنسميك هاء كسرة. هنسميك هاء كسرة. شطار. وكمان هنغير صوتك. قالها ازاي؟ قالت له هنكسر الصوت. اسمع كده: هي، هي، هي. هاء كسرة هي. هاء كسرة هي. هاء كسرة هي. شطار. جت الضمة قالت ايه ده، انا كمان عايزه العب بقى مع حرف الهاء. حرف الهاء قال لها تعالي تعالي، انا مبسوط قوي ان انا ايه بتعرف على اصدقاء جداد. ادي حرف الهاء وادي الضمه هتلعب معاه. حركه الضمه فين من الحرف يا ولاد؟ فوق الحرف. ممتازين. ادي الضمه هتلعب معاه الهاء. عايزه اقول حاجه بس يا ولاد، ان الهاء خلاص ليها كذا شكل. الاشكال اللي موجوده دلوقتي معانا هما الشكلين للهاء وهي ناقصه. تمام. لما هنيجي نكتب هنتعرف على الهاء الكامله.
يبقى احنا عندنا الهاء هنا هاء في اول الكلمة وهاء في وسط الكلمة، يعني هاء هنا ناقصة وهاء هنا ناقصة. فالضم عشان تلعب معايا يا ولاد لازم تغير ايه اسمه وصوته، فهتسميه هاء ضم، هتسميه هاء ضم، هتسميه هاء ضمة. وكمان هتغير الصوت. ازاي يا ولاد؟ هنضم الصوت، يلا مع بعض. هو هو هو، هاء ضمة، هو هاء ضمة، هو. شطار. يبقى احنا عندنا ها هي، ها هي، هو، ها هي هو. ممتاز، شطار. نسمع بقى القصة بتاعتنا النهارده الجميلة. كان يا مكان في قديم الزمان كان في ولد اسمه هادي. ولد اسمه ايه؟ هادي. الولد ده كان عنده، بصوا كده، كان عنده ايه يا ولاد؟ كان عنده هدهد. كان عنده ايه يا ولاد؟ هدهد. شايفين الهدهد شكله جميل ازاي؟ ما شاء الله، هدهد. والهدهد الجميل ده كان موجود عنده في البيت يا ولاد. فهادي بقى هو قاعد في البيت، قرر هادي ان هو يفتح الشباك. لما فتح الشباك الدنيا كانت بالليل، بص في السما كده لقى ايه يا ولاد؟ بص كده لقى ايه؟ بص كده لقى ايه يا ولاد؟ لقى ده، لقى ايه ده؟ قال ايه ده؟ هلال. الله، انا عارف الهلال ده، انا شفته قبل كده. ده هلال ايه؟ هلال ايه؟ هلال ايه؟ مش عارف، مش قادر افتكر. وقفل الشباك ودخل يا ولاد. وبعد كده فتح التلفاز، وهو قاعد قدام التلفاز لقى الاخبار بتقول ان ده هلال رمضان. ده هلال ايه؟ رمضان. ففرح جدا هادي. الله، يعني بكره اول يوم في رمضان، انا مبسوط جدا 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 ان بكره اول يوم في الصيام، دي حاجه حلوه جدا. وجري بسرعه يا ولاد على الهاتف. الهاتف ده كان بيستخدموه زمان يا ولاد، هاتف. وبسرعه يا ولاد راح ايه، اتصل على صديقه وقال له بكره رمضان، كل عام وانت بخير. صاحبه قال له وانت بخير. فهادي قال له انا مبسوط قوي ان بكره هيبقى اول يوم في رمضان وهيبقى صيام، وكمان ونصلي التراويح. ده احلى ايام بتبقى ايام التراويح، والمساجد كلها فيها صلاة التراويح. وكمان هنتجمع ساعة الفطار ونفطر. فقال له فهادي قال لصاحبه انا عازمك بكره ان انت تيجي تفطر معايا اول يوم في رمضان. فصديقه قال له جزاك الله كل خير وشكرا على العزومه دي، خلاص ان شاء الله انا بكره هاجي افطر معاك وناكل سوا، وبعد كده نروح نصلي صلاه التراويح. فهادي اتبسط قوي وقال له ماشي، وخلصوا المكالمه. تاني يوم يا اولاد صاحب هادي راح له البيت عشان يفطر معاه. وقبل الفطار بشويه صاحبه لقى ايه؟ لقى هادي جايب يا ولاد عصائر كتيره جدا، جايب عصير كتير قوي وجايب تمر كتير قوي، وعمال ايه يحطه في اكياس كتيره قوي. فصاحبه قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا جبت العصير ده وجبت التمر ده عشان انزل اوزعه على الناس. فصاحبه قال له هتوزعه على الناس ليه؟ قال له عشان هفطر الناس بيه. انت ما سمعتش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انه اللي يفطر صائم ليه نفس الثواب بتاع الصائم ده، ليه نفس الاجر والثواب بتاع الصائم ده. فانا نفسي اخد الثواب ده ان انا افطر الصائمين كتير جدا. فصاحبه قال له طب خلاص انا انا هاجي معاك وانزل اوزع معاك واشارك معاك في الثواب ده. فرحوا الاتنين وفعلا قعدوا يجمعوا يا اولاد العصاير بسرعه 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 والطم، ونزلوا يوزعوها في الشارع وفي كل الاماكن وعلى الناس اللي ماشيه والناس الفقيره، واي حد بيشوفوه بيدوله عشان يفطر بيه على الاذان. وبعد ما خلصوا رجعوا البيت رجعوا البيت فطروا، وبعد كده نزلوا يا ولاد يصلوا صلاة التراويح مع الناس في المساجد. توته خلصت الحدوته. يبقى احنا خدنا حرف ايه يا ولاد النهارده؟ هاء فتحة سطة، هاء كسرة، هاء ضمة، هو. ممتاز. تعالوا بقى نشوف يا ولاد الكلمات اللي كانت في القصة اللي بتبدأ بالحرف الهاء بالحركات الثلاثة. عندنا ده يا ولاد هدهد. هدهد بتبدأ بإيه؟ بهاء ضمة صوتها هو. ممتاز. طيب هنا كده صح يا ولاد؟ هنا مكانها صح؟ بنقول هدهد ولا بنقول ايه؟ هدهد. يبقى عند هاء ضمة هو. طيب تاني كلمة هاتف. فمين عامل ازاي يا ولاد؟ بنفتح الفم ولا بنضمه ولا بنكسره؟ هاتف. بنفتح الفم بتبدأ بهاء فتحة صوتها
هاتف. جميل. طب اخر كلمة معانا هلال. قولي كده يا ولاد هلال. 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 هلال بتبدأ كسرة هي. جميل جدا يا ولاد. تعالوا بقى نشوف حرف الهاء بنكتبه ازاي يا ولاد بالحركات الثلاث. هنكتب اول شكلين، هو الهاء الناقصة بالشكل ده بحركة الفتح. هنقول الهاء الناقصة اللي هي دي في اول الكلمة نص دايرة كبيرة ماسكة في دايرة صغيرة، فردة ايديها على السطر. حلو جدا. طيب الهاء اللي في وسط الكلمة هنقول امشي شوية شوية واطلع دايرة وانزل دايرة، فردة ايديها على السطر. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا هاء كاملة. الهاء الكاملة اللي هي شبه رقم 5 في العربي، اللي هي نقول ايه؟ دائرة صغيرة على السطر. دائرة صغيرة على السطر. ممكن نكتبها كده او نكتبها شكل دائرة، مفيش مشكلة يا ولاد، الاسهل بالنسبة لنا. خلاص. دائرة صغيرة على السطر. طبعا حركة الفتحة عرفنا خلاص بنكتبها ازاي. شرطة مايلة فوق الحرف، شرطة مايلة فوق الحرف، شرطة مايلة فوق الحرف. جميل جدا يا ولاد. طيب الهاء كسرة هي. الهاء ناقصة نص دايرة كبيرة ماسكة بدايرة صغيرة، فردة ايديها على السطر. جميل. طيب الهاء بالشكل ده في وسط الكلمة امشي شوية شوية اطلع دايرة وانزل دايرة، فردة ايديها على السطر. جميل. طب الهاء الكاملة دائرة صغيرة على السطر. هي شبه دائرة صغيرة على السطر او رقم 5. ادي الدائرة الصغيرة او رقم 5. طيب الكسرة شرطة مايلة تحت الحرف، شرطة مايلة تحت الحرف، شرطة مايلة تحت الحرف، شرطة مايلة تحت الحرف. طب الهاء ضمة هو هنكتبها ازاي بكل بساطة يا ولاد؟ هنكتب الهاء ال في وسط في اول الكلمة قصدي الناقصة، وبعد كده نكتب الهاء ال في الهاء كاملة اقصد يا ولاد. طيب بسم الله. هاء الكاملة نص دايرة كبيرة ماسكة في دايرة صغيرة، فردة ايديها على السطر. طب الهاء في وسط الكلمة امشي شوية شوية اطلع دايرة وانزل دايرة، فردة ايديها على السطر. الهاء الكاملة رقم 5 او دائرة صغيرة على السطر. الضمة يا ولاد دائرة صغيرة وبتتزحلق فوق الحرف او واو صغيرة. ممتاز يا ولاد. تعالوا بقى نقرأ يا ولاد. تعالوا نشوف الحرف ده صوته ايه. ها جميل. فتحة ها. نقرأ الحرف اللي معاه ده. را. جميل. صوتين مع بعض. را را. با هربا هربا. ممكن نجيب كلمة تانية يا ولاد. ده صوته ايه؟ سا. جميل. جميل. الصوت مع بعض. سها سها. ده صوته ايه يا ولاد؟ را. سهرا سهرا. شطار. دي كان حلقتنا حرف الهاء بالحركات. يا رب يكون عجبتكم. لايك وشير واشتراك واي سؤال في الكومنتات. بحبكم جدا واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.